رسميا فابريزيو رومانو يؤكد ما قاله الأسبوع الماضي على ريال مدريد، وأيضا رسميا تم تحديد موعد الكلاسيكو، ومبروك لكاستيا الفوز بدوري أبطال أوروبا. وهل من شغف لمشاهدة مباراة اليوم؟ إذا أنت مدريدista دعمنا بلايك ويلا نبدأ. فابريزيو رومانو يؤكد مرة أخرى أن ملف أربيلوا ما زال يدرس حتى لنهاية الموسم، وحتى الآن ما زال لم تؤكد إقالة أربيلوا، والمرشح الأول في حالة الإقالة هو يورغن كلوب. ولن يتواصل ريال مدريد مع يورغن كلوب حتى يقرر العودة إلى التدريب. إذا لم يقرر كلوب العودة إلى التدريب أو رفض عرض ريال مدريد، سيتجه رسميا ريال مدريد إلى نيغلسمان في حال توقف عن تدريب المنتخب الألماني بعد كأس العالم، ثم بعدها إلى بوتشيتشينو ومورينيو. ومبروك فوز كاستيا بدوري أبطال أوروبا. ها هي أكاديمية ريال مدريد ومدرسة ريال مدريد تبهر من جديد، وتؤكد أن الجيل القادم لريال مدريد لا خوف عليه، بداية من حراسة المرمى خافي نافارو. والكلاسيكو القادم سيكون يوم 10 ماي على الساعة 9 مساء، لكن هل يلعب بنفس الحدة وبنفس الشغف؟ الله أعلم. واليوم عاد لنا ريال مدريد ضد ألافيس، لكن انتهت المنافسة وانتهى الشغف، إلا إذا خسر برشلونة غدا. المؤكد أن المباراة اليوم أنها ستكون صافرة الإسجان على طول المباراة، وريال مدريد ممن حضر هلا مدريد.